بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهاردة بإذنك يا رب هنعمله من 2 كيلو حليب جبنة قريش فلاحي بخيرها على أصولها، حاجة كده أكنك لسه جايباها من البلد وتحدي بيها أي حد يدوقها منك وما يتعبطش عليها. تمام يا حبايبي؟ بس قبل بقى ما نبدأ في الفيديو ما تنسونيش تحطوا لي اللايك، لو انتوا لسه جداد تشتركوا لي في القناه، وما تنسوش تكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم لو عجبكم الجبنه، وما تنسوش تصلوا بينا على النبي في الفيديو. تمام. انا هنا معايا ازازه لبن جاموسي ما شاء الله بخيرها زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا هنا النهارده هعملها ايه في طاجن فخار عشان عايزينها بقى ايه تبقى على اصولها بجد. تمام يا حبايبي؟ انا هنا الطاجن بتاعي مناش مسخناه ولا اي حاجه خالص. هنا انا معايا ازازه الحليب بتاعتي كانت من الفريزر، طلعتها قبليها بيوم. خدت يعني قبلها، يعني مثلا طلعتها قبلها بالليل وعملتها الصبح، فكت وخدت درجة حرارة الايه المطبخ. انا هنا حابة اقول لكم يعني عادي لو انت حتى عندك لبن مجمد هتعملي بيه احلى جبنة قريش. تمام. هنا بحب اصفي اللبن بتاعي، يعني ممكن يبقى فيها موش، في حته تبن قش اي حاجه، يبقى انت كده برضو ضمنتي ان اللبن بتاعك وحته الجبنه بتاعتك هتطلع نضيفه وجميله. تمام. صفينا اللبن بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه كده تحفه. ما شاء الله اللبن بخير وجميل زي ما انتوا شايفين كده، حاجه ايه تحفه. تمام. صفيت اللبن زي ما انتوا شايفين كده. انا بقول لكم ايه، الدنيا بدأت تسقع، يعني الجو دلوقتي بقى سقع، فاللبن بتاعي مش هيروب بسرعه. فانا هعمل ايه؟ هدفي اللبن بتاعي، هحط حتتين كده ايه 3 تحت منه كده، وهغطيه بالكيسه كده من على الوش عشان برضو مفيش هاموشه ولا حاجه ايه تقف عليه، وهغطيه بطبق وهحط برضو حته فوق منه. تمام. هدفي اللبن بتاعي كويس لان خلاص احنا كل سنه وانتم طيبين بقينا في فصل الشتاء، يعني اللبن هياخد مني وقت عبال ما يروب. تمام يا حبايبي؟ زي ما انتم شايفين كده هغطيه وهسيبه بقى ايه ما تحركيهوش، هتسيبيه في مكان ان انت ايه ما تحركوهوش لغايه لما هو يروب. تمام يا حبايبي؟ اعملوه بجد بجد الجبنه القريش دي في البيت، اوعدك ان انت مش هتشتريها، وبجد بجد ولادك هيحبوها لانها بجد اطعم واحلى كتير من اللي انت بتشتريها من جاهزه، والله بجد من دون حلفان. انا بجد انا ولادي ما بيحبوش الجبنه القريش غير من ايدي، ونعتبر ما بناكلوهاش من بره. تمام. يعني انت لو بازازه لبن كل اسبوع عملتيها بجد هتاكل، يعني كفايه الفوائد اللي فيها فظيعه. هنا انا بقول لكم انا هنا عدى عليا يومين اللبن بتاعي راب بعد يومين، عشان انا قايله لكم الدنيا ساقعه ما جيتش يمه ما حركتوش. بصوا هنا بدات بص الطاجن بتاعي اهزه، لقيته ما شاء الله مسك وبقى جميل. هنبدا بقى اعمل ايه؟ هتبداي كده تفصلي القشطه بتاعتك عن اللبن زي ما انتوا شايفين كده بالراحه، هتلمي القشطه بتاعتك كده بالراحه وما تحاوليش تاخدي من اللبن بتاعك. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ازازه اللبن بتاعتي مطلعه خير اللهم بارك، حاجه كده جميله حاجه كده وهم. بصوا بسم الله ما شاء الله القشطه لوحديها حكايه حكايه حكايه. بصوا فظيعه يا بنات. هتعملوا بها فطير، هتفطروا بيها، هتحطوها على عسل و هتحطوها في السندوتش مع عسل مع حلاوه، حاجه كده والله بجد فلاحي على فلاحي اصلي، بجد حاجه كده فظيعه. بصوا لو انتي سرحانه انتي وهي معايا لغايه الان ما تنسيش تنزلي تحطي لي اللايك فضلا منك وليس امرا يا حبيبتي وتشجعيني كده وتكتبي لي تعليق حلو كده، لان انتم مزعليني خالص في اخر الفيديوهات اللي فاتت نسبه المشاهده بتاعتي قلت خالص، وانا عايزه اكبر بيكم يا حبايبي بجد بجد. يعني انا ساعات بحبط ان انا ما اعملش فيديوهات واقول لنفسي يعني وساعات برضه اقول ايه انتي عندك اخوات حلوين برضه بيتفرجوا عليكي، بلاقي نفسي اقوم اصور. شجعوني يا بنات، شجعوني يا حبايبي. هنا بقى اهو زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله طلع لي طبق قشطه جميل اهو، فظيعه يا بنات طعمها فظيع. هنا بقى انا عندي زي ما بقول لكم الحصيره بتاعتي دي انا كنت جايباها وكانت حوالي ب20 25 جنيه، والله ما انا فاكره لان هي عندي بقالها فتره. تمام. لو ما عندكيش الحصيره دي انا هنا حطيت صواني تحت منها عشان الشرش اللي هينزل. لو ما عندكيش الحصيره دي هتجيبي مصفى وهتجيبي حته شاشه وهتعملي زي انا ما بعمل. انا هنا اللبن بتاعه بنزله في نص الحصيره. تمام. لو انت بقى عايزه حته الجبنه بتاعتك جميله وما تهدريش اللبن بتاعك، اديك انت دلوقتي نزلت اللبن زي ما انت شايفه كده، ما تحاوليش تحركي بقى الجبنه، سيبيها حوالي ربع ساعه تصفي الشرش بتاعها علشان ما تهدريش الجبنه بتاعتك. تمام يا حبايبي؟ انا هنا سبتها حوالي ربع ساعه زي ما شفت، يعني زي ما قلت لكم اهو.
نزلت الشرش بتاعها كده بقى. هتبداي ان انت تلمي الجبنه بتاعتك في الحصيره كده. انت ضمنتي ان انت ضمنتي حبه حته الجبنه بتاعتك ما تتهدرش، وان انت طلعتي كميه جبنه مناسبه. تمام. انا هنا بحب املح الجبنه بتاعتي من الاول عادي، ما بيحصلهاش اي حاجه. تمام يا حبايبي. ابداي بقى جمعي كده الجبنه بتاعتك في قلب الحصيره واديها الشكل اللي احنا بنحبه فيها. بصوا سهله جدا يا بنات، والله بجد بجد تحفه. ولو عملتوها زي ما قلت لكم في المصفى وحطيتوا عليها شاشه وسبتها برضو تتصفى وطلعتوا برمتوا من الشاشه زي الحصيره، وبعد كده عملتوها بالشوكه، هتبقى زي الفل. هي يا جماعه والله ما هيش بالشكل، هي يا دوب انت كفايه الطعم وكفايه حلاوتها ونظافتها. انا هنا كنت بدوق الملح بتاعها لقيتها مظبوطه والجبنه شبه القشطه. بصوا بقى هبدا بقى المها كده زي ما انتم شايفين. بصوا معايا. هتبداي بقى ايه، هعلقها. لو انتوا عايزين، انا عن نفسي قعدتها 3 ساعات لان انا عايزه الجبنه بتاعتي تبقى كده كريمي وقشطه وجميله. لو انتوا عايزينها اكتر من كده قعدوها مثلا 6 7 ساعات لو عايزينها ناشفه عن كده. اما لو عايزينها كريمي زي ما انتوا شايفينها كده حاجه كده فظيعه طريه وقشطه وزبده، قعدوها 3 4 ساعات. تمام. شفتوا بسم الله ما شاء الله الجبنه زي ما انتوا شايفين مش مهريه ماسكه نفسها، بتتقطع بسم الله ما شاء الله في بالسكينه، حاجه كده تحفه. والله بجد 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 قعدت معايا 3 ساعات. بصوا انا هنا بقول لكم الجبنه بخيرها وحاجه كده جميله. بصوا طريه ملبن، بجد فظيعه فظيعه. بنات جربوها والله جميل. وبالذات بقى اليومين دول اللبن، احنا بقينا في الشتاء واللبن بخيره، وهتطلعي باذنك يا رب منه يعني احلى جبنه قريش. بصوا الجبنه ناعمه وجميله وماسكه نفسها وجميله بجد جميله. بجد 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 تستحق ان انت تجربيها. وعملتها كمان بازازه لبن كانت عندي في الفريزر، يعني كمان لو اللبن كمان طازه كانت هتبقى النتيجه احلى من كده بكتير. لو عجبكم بقى الجبنه ما تنسيش تكتبوا لي كده في التعليقات وتقولوا لي ايه رايكم في الايه، في الجبنه اللي احنا عملناها مع بعض. بصوا حاجه كده تحفه. بصوا من ال2 كيلو لبن طلعوا لنا كميه جبنه جميله جميله، وحاجه كده تستاهل بقكم بجد. بالف هنا وشفا لينا، وبالف هنا وشفا للي شافها. بقول لكم بصوا ناعمه وجميله. من ازازه لبن 2 كيلو طلعت بسم الله ما شاء الله الجبنه اللي انتوا شايفينها دي، الكريم التحفه دي. بصوا حاجه كده تستاهل بقكم بجد، حاجه كده فلاحي، حاجه كده اصلي، حاجه كده بصوا يعني فظيعه فظيعه بجد 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 تستاهل بقكم. تمام. طلعت طبق قشطه. بصوا بسم الله ما شاء الله بجد يعني حوالي ربع كيلو، يبقى 2 كيلو لبن طلعوا لي حوالي ربع كيلو قشطه، طلعوا له حوالي هنقوله 350 جرام جبنه، يعني بسم الله ما شاء الله طلع منهم الشرش. الشرش ده بقى كنز 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 ما يترماش بجد. هتعجني بيه رقاق طري، هتعجني بيه قرص، هتعملي منه خميره مش حاجه كده تحفه. والله بجد بجد خيال، ما ترموهوش، حاجه كده كنز في البيت. يبقى بازازه لبن انا مليت بيتي وعملت الجبنه وعملت القشطه وعملت الشرش اللي ممكن تستخدميه في المعجنات او المخبوزات، او ممكن تعملي بيه خميره المش، حاجه كده تحفه يا بنات. وبقى ده كده الفيديو بتاعي كده خلاص يكون انتهى. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا لي في القناه، وبحبكم يا اغلى اخوات.